77 57. الحافظ قرآن وسنة. الشخصية الفرعونية لا أجد أروع ولا أجمل من قول ربي سبحانه وتعالى في تقديم هذه الشخصية الفرعونية في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن فرعون: ما أريكم إلا ما أرى. ففرعون لا يرى إلا نفسه، وإن رأى الآخرين فيراهم على أنهم ذر، رماد، بل نمل يطأ هذا النمل بقدمه، فهو لا يسمع إلا صوته، ولا يرى إلا نفسه، ولا يريد للآخرين أن يروا إلا ما يراه هو أو ما يمليه عليهم، ولو كانت أفكاره ضالة مضلة. ثم تزداد هذه الشخصية الفرعونية ظلما وبطشا وطغيانا بالصمت التام والإعراض التام من كل من حوله عن تقديم النصح له، بل ربما يقدمون له الباطل على أنه الحق، يزينون الباطل على أنه الحق، ويقدمون له الضلال على أنه الهدى. فشخصية الفرعون في السماء من كثرة نفخ المحيطين به، يظل المحيطون ينفخون في هذه الشخصية حتى تطير، فإن طار في السماء نظر إليهم جميعا من علل، فلا يراهم إلا في أحجام صغيرة جدا لا تحرك عقله ولا تحرك قلبه، فكلامهم لا يقنع ونصحهم لا يسمع. وهذه الشخصية أنا أرى أن الخلق والناس هم الذين يصنعونها، لأن الرجل قد يكون متواضعا في أول الأمر، وقد يكون مؤدبا مع الآخرين يسمع له، وربما يقبل نصح بعضه، فيرى تعامل الخلق معه على أنه ليس من بني البشر وليس من جنسهم، يؤلهونه تأليها وينظرون إليه نظرة الذي لا يخطئ، حتى ينسى الرجل نفسه. ولذلك يقول شيخي وحبيبي ابن القيم: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر المطلق عرف ربه بالغنى المطلق، ومن عرف نفسه بالذل التام عرف ربه بالعز التام. فالفرعون لا يعرف نفسه ولا يعرف ربه، وما أجمل وأروع قول ربنا: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كتير بتقابلنا كل واحد فينا بيقول رأيه. عايز تعرف رأيه؟